السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم حاجه بسيطه جدا، يعني هنعمل صينيه بطاطس. دي الحاجه بتاعت صينيه البطاطس. ومعايا صدر فرخه، صدر واحد. ده صدر فرخه، كنت جايبه كيلو صدور يعني وكنت وده فضل منهم. طبعا هعمل بيه صينيه بطاطس، يعني بأقل حاجه، بدل ما اعملها فاضيه هعملها بده وخلاص. هنقطع بقى صدر الفرخه ده. انا طبعا هقطعه مكعبات كده. هنقعه بقى في شويه خل وميه وهقطع طبعا الخضار ده كله مكعبات. هرجع لكم تاني يا حبايبي. خلاص يا حبايبي، قطعت الخضار، قطعت البطاطس والبصل اهو. هنا عملت الصلصه، وادي هنا التوم. معايا بقى الفراخ، نعقها في ليمون وخل، هشطفها وارجع لكم تاني. معايا هنا زيت، هحط على الطماطم كده بالزيت. وهحط طبعا يعني شويه ملح كده صغيرين لغايه ما نشوف بتاعها كده. خلاص هحط بقى، اخد بقى البطاطس المكعبات والبصل واحط على الطماطم بقى. هاخد التومه اللي انا دقها بفلفل وملح احطها معاها، وهاخد الفراخ احطها معاها. والله الصدر عمل كتير، والله لا بقى كتير اهو. معلش البتاعه ديت بتتزحلق، معلش اتدلقت حبه منها. هشوف بقى الحياء بتاعها وارجع لكم تاني. طبعا كانت ناقصه حبه ملح، حطيت لها حبه ملح. معايا الصينيه اهي. طبعا ادخلها بقى الفرن حاميه، بس اديها غلوه من فوق الاول. الفراخ هتستوي على طول عشان انا قطعتها مكعبات. البطاطس بتستوي بسرعه. هسيبها غلوه، هعمل لها، هحطها غلوه على من فوق كده على البوتاجاز، وبعدين هدخلها الفرن. اسرع صينيه بطاطس كده. خلاص يا حبايبي، صينيه البطاطس اهي طلعتها. والله جميله، والله جميله. مش لازم فراخ يعني، لا خلاص. عندك صدر فرخه اعملي بيه، عندك ورك اعملي بيه، عندك اي حاجه اعملي بيه. عملت طبعا رز ابيض جنبها. بص، قطع الفراخ كبيره يعني مش صغيره، والله الصدر طلع حلو بصراحه. تعالوا بقى اتفضلوا يا حبايبي. بصوا الفراخ مستويه وجميله اهي. تعالوا اقول لكم دلوقتي بقى اتفضلوا واشوفوا وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك للقناه ويعمل لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي.